انا حولت الكار سيت القديم البايظ ده لجديد. انا هحكي لكم قصه. واحده صاحبتي ادتني الكار سيت بتاع بنتها عشان كبرت عليه، واصلا الكار سيت ده كان بتاع بنتها التانية بس برضه كبرت عليه. فبعد بقى الاستهلاك الغير ادمي بتاع بنتي اتبهدل، اتمرمط، اتبقع، والحشو طلع منه، يعني زي ما انتم شايفين، حتى ما ينفعش اديه لحد تاني. فسيبته بقى مركون سنين ونسيته. وبعدين في مره لقيت بيج على الفيسبوك اسمها كيدو، بيقولوا ان هم بياخدوا الكار سيتس، السترولرز، كراسي بتاعت البيبيهات، هيصلحوها، يوضبوها، ينضفوها ويرجعوها لكم تاني. فقلت اجرب بدل ما هو مركون، وفعلا كلمتهم وجم خدوه ورجعوه، وانا قلت افتحه معاكم بقى نشوف مع بعض. بصوا الفرق. وانا مبدئيا مش مصدقه ان ده نفس الكار سيت. هم صلحوه ونضفوه وحطوا حشو من جوه وظبطوا السيت بلت بتاعه وخلوه بيلمع، والله كاني لسه شارياه. انا قلت اقول لكم لاني عارفه ان ناس كتير قوي تبقى عايزه تظبط الكار سيت بتاعها، سواء بقى لاولادها او هيدوا لحد او حتى عايزين يبيعوه. كمان عرفت ان انتوا لو مش عايزينها هم ممكن يشتروها منكم ويبيعوها. عايزه تشتري منهم حاجات مستعمله كانها جديده ممكن تشتري، وعندهم انظمه تقسيط كتير. انا استفدت فحسيت ان ممكن حد زيي يستفيد. هسيب لكم لينك البيج. باي.